السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج كلمتين أبرك من 10. والنهاردة هنناقش موضوع خطير جدا وغاية في الخطورة، موضوع اللجان الإلكترونية. ده عندنا في مصر بنسميهم كده اللجان الإلكترونية، أما في دول الخليج والدول العربية بيسموه الذباب الإلكتروني. كل واحد، كل جهة، كل رئيس نادي، حتى الدول لها لجان خاصة بيها بتدافع عنها وعن مصالحها. انا طبعا راجل اهلاوي طبعا صميم، وكله عارف كده. حتى كابتن الخطيب له لجان الكترونيه بتدافع عنه ليل نهار، وبرضه الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك له برضه لجان الكترونيه بتدافع عنه، وتقول فين الساعات يا خطيب، فين الساعات يا خطيب، فين الهدايا يا خطيب. يعني الحاجات من هذا القبيل. وطبعا المطربين لهم لجان الكترونيه، وفي ناس كمان بيأجروها عشان تحضر الحفلات وتعمل زحمه، واللي بيتخانق مع النجم عشان يتصور معاه، واللي النجم بيضربه على قفاه. طبعا كل الحاجات دي بيعملوها اللجان الالكترونيه. فهي من الخطوره بمكان ان الناس كلها بتستخدمها، جهات ودول وافراد، كله بيستخدمها. حتى لا مؤاخذه، يعني انا اسف، الرقصات بيستخدموا ناس بيرموا عليها فلوس، دي اللجان بتاعتها، عشان تقدر تحفز الناس. يعني شغل قديم قوي، عشان تحفز الناس على ان هم ينقطوها لا مؤاخذه، ومن غير لا مؤاخذه عشان ينقطوا الست، عشان بتهز يعني. فكله بيهز باللجان بتاعته. وطبعا الناس بتضحك لما انا اقول الكلام ده ويصدر مني، على اعتبار ان انا يعني رجل عاقل ورزين يعني. بس ما يمنعش برضه ان احنا يعني نتكلم ببعض من السخريه، زي عشان ولادنا يفهمونا، اللي هم بتوع اليومين دول بتوع السوشيال ميديا. فموضوع اللجان في السوشيال ميديا خطير جدا، وبيأثر تأثير كبير جدا 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 على الشعوب والمجتمعات. احنا طبعا شايفين، انا عامل على الشاشة اللي ورايا النار وهي شغالة تاكل الأخضر واليابس. اللجان والإشاعات ممكن تاكل كل شيء، مقدرات الدول و... والتنمية. الإشاعة زي اللجان الإلكترونية بالظبط. ممكن تيجي لجنة إلكترونية تقول لك إيه، بكرة هنعوم الجنيه، تلاقي الدنيا السوق يعني راح في داهية، والبورصة بتخسر، والاقتصاد يضيع، وبكرة ده شتم ده، وده عمل ده، والساعات يا خطيب، والتاني يقول له مش عارف ايه يا لبيب، وشيء يعني من هذا العبث الالكتروني. فانا بتكلم النهارده على خطورة اللجان الالكترونية في عصرنا الحالي. يعني كان زمان الموضوع مختصر على الجرائد الصفراء، وخبر في جورنال الاهرام بيتصدر المنشط، منشط عريض، مش عارف مين سرق، مين خطف، مين بتاع، خبر كاذب، خلاص مقتصر على كده. انما ده احنا ممكن نسوق سمعة يعني بني ادم بشوية اشاعات، واللغط بقى ايه ليل نهار، يعني يسبحون ليل نهار بهذه الاشاعة على حد لغاية ما ندمره. فعلى قد ما السوشيال ميديا هي ذات تأثير كبير، بعضها ايجابي، لكن الاسوأ في الموضوع ان اغلبها او القدر الكبير منها بيدي مردود سلبي جدا. فمن هنا يعني ايه بنوعي بخطورة هذه اللجان، وخصوصا يعني اصدار الاشاعات في الدول بتأثر على اقتصاديات دول وسياسات دول وتحولات دول. فمش معقول يعني ما ناخدش بالنا من هذه الاشاعات وهذه اللجان اللي بتصدر لنا اخبار اغلبها كاذبه او مفبركه. انا بقول الكلام ده بوازع من ضميري، ومش عايز ارغي كتير يعني. كلنا عارفين
مدى تأثير هذه اللجان على الأفراد والهيئات والدول. وبحب أشكر حضراتكم في نهاية اللقاء. أشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله